المطاعم الصغيره والشعبيه دائما بيكون في لها سر ونكهه خاصه بنرجع لها. اليوم اجيت عند بيت العز بيت الشاورما بمادبه عشان نكتشف هالسر. واول طلب وجبه العادي، البطاطا مع وجبه العادي، وسعر وجبه العادي دينارين، والبطاطا المبهره ريحتها حكايه، وهاي التحميصه والحشوه. وبنقول بسم الله. ما شاء الله طعم تتبيله شاورما جدا ممتاز. وهي سندويشة العز سعرها دينار وربع، شرحات الشاورما وصوص خاص مع الموتزاريلا، واكيد بتطربش. اذا بتحب ميكس الحلو مع المالح راح تحب سندويشة العز. ودور وجبه الايطالي، شرحات من الشاورما تنحط مع خلطه الايطالي مع ميكس من الشيدر والموتزاريلا، تنخلط مع بعض تنحط بخبزه الايطالي، وهيك حشوه الايطالي. الايطالي ما شاء الله زاكيه، بس لو في صوص على جنب شطه مع دبس رمان. وبنختمها بالدجاج الشواي، سعر الوجبه كامله 5 دنانير. وهيك ما شاء الله السفينه ما شاء الله طريه ومليانه نكهه، وسر الكراست اللي برا بتنشوى وبتنقلها كمان مره وبنحط عليها السماك. الحمد لله اليوم جربنا بيت العز بيت الشاورما، مطعم شعبي صغير لكن نظيف وجدا لذيذ. اكتبوا لي بالتعليقات وين في مطاعم شعبيه تنصحونا نجربها، وبيت العز موجود على تطبيق اشيائي.